بصراحة بقى ما صدقتهمش خالص لما قالوا لي ضيفي المية السخنة على العيش الفينو وكمان ضيفيها على العيش البلدي وهتضاعفي الكمية. قلت لا اجرب الاول وبعد كده احكم بنفسي. ولما جربت يا جماعة انبهرت فعلا بالنتيجة. قد ايه الفكرة دي هتنفعك جدا وخصوصا كده لو انت عندك عزومة ومش عايزة تكلفي نفسك قوي. تعالوا بقى بينا نشوف عملنا الوصفة الجامدة دي ازاي. بس يا ريت في الاول كده ما تبخلوش علينا بلايك للفيديو. في الاول كده زي ما انتم شايفين معانا 3 ارغفة من العيش البلدي، هنحط عليهم كده حوالي نص كوباية مية سخنة وهنركنهم كده حوالي 5 دقايق. وكمان جبت 2 من العيش الفينو. ممكن تجيبيه طازة او ممكن تجيبيه اللي هو يكون بايت عندك في التلاجة او ناشف. هتحطي برضو عليه نص كوباية من المية السخنة وهتركنيه على جنب حوالي 5 دقايق. وبعد كده بقى جبت شوية كده من الخضار عبارة عن 3 بصلات هنقطعهم بأي شكل عشوائي، وكمان قرن كده من الفلفل الحامي، وكمان 3 من الفلفل الأخضر هنقطعهم برضو بأي شكل عشوائي. وجبت كمان كده حبيتين من الطماطم قطعتهم وشلت منهم البذر، ضروري نشيل منهم البذر وهنقطعهم برضو بشكل عشوائي. بعد ما قطعنا بقى الخضار اللي احنا محتاجينه هناخدهم كده زي ما هو وبرضو هنركنهم على جنب لحد بقى ما بنجهز الخطوة بتاعتنا. طبعا العيش الفينو بعد حوالي كده 5 دقايق بدأ ان هو يبقى اتبل معانا خالص كده وبدأ ان هو يتشرب معانا المية. هنبدأ نشيل القشرة الخارجية اللي بتبقى موجودة فيه وهنبدأ نصفيه من اي مية موجودة فيه كويس جدا، لازم نصفيه وهنركنه على جنب. نيجي بقى للعيش البلدي بتاعنا. بعد برضو ما بدأ ان هو يتبل معانا كده ويشرب من المية كويس هنبدأ برضو نصفيه من اي مية موجودة فيه وهنبدأ بقى نحطه في الكبة. بس ضروري جدا يا جماعة ان احنا نصفيه من اي مية موجودة فيه، الخطوة دي مهمة جدا. بعد كده هنضيف بقى معلقة صغيرة من اللي الضاني مقطعها بأي شكل، وتقدري تضيفي اي دهون موجودة عندك، مش شرط بس انك انتي تضيفي اللي الضاني. وضفت كمان كده عليهم بيضة، والمكونات دي هضربها في الكبة يا دوبك. بس يا جماعة بضغط على الكبة كده ضغطة واحدة وكده خلاص الخليط بقى جاهز معايا، مش عايزة افرمه قوي. هاخد بقى الخليط ده كده واحطه في صينية وهجيب بقى نص كيلو من اللحمة المفرومة. عايزة اقولك ان الخليط اللي احنا ضربناه في الكبة ده هيضاعف كمية اللحمة المفرومة، وما تخافوش طعم اللحمة المفرومة مش هيغير معانا خالص. وهنجيب بعد كده بقى كمية الخضار اللي احنا كنا قطعناها وهنفرمها كده في الكبة فرمة خفيفة. وهناخد بقى المكونات دي برضو وهنبدأ نضيفها مع اللحمة والعيش اللي احنا كنا ضربناه في الكبة. وجبت كده شوية من الكزبرة قطعتهم لقطع صغيرة بالشكل ده وهضيفهم برضو على بقية المكونات. وهنا بقى كده هخلطهم مع بعض. وبعد كده بقى هنظبط البهارات بتاعتنا. البهارات بقى بتاعتنا عبارة عن عبارة عن كده معلقة صغيرة من الملح، نص معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، وكمان حوالي معلقة صغيرة من البابريكا، نص معلقة صغيرة من السبع بهارات. وكفاية على كده بهارات. وهنبدأ بقى نخلطهم مع بعض كويس. وهنا كمان ضفت معلقة كبيرة من الدقيق، وفايدته ان هو كمان بيخلي اللحمة ما تكشش معانا. وكمان يعني بيدي مفعول حلو، يعني ان اولا ان هو بيمسك السوائل لو في اي سوائل موجودة معانا، وكمان بيخلي اللحمة زي ما قلت لكم ما تكشش معانا. كده خلاص ما شاء الله زي ما انتم شايفين ضعفنا كمية اللحمة المفرومة. تعالوا بقى اقول لكم على الخطوة المهمة. ان احنا بنجيب 3 وحدات من البطاطس وهنبدأ نقطعهم لحلقات يكون سمكها رقيق كده، اللي هو السمك الرفيع ده. انا عايزة السمك يكون بالشكل اللي انتم شايفينه، ما ينفعش ان احنا نقطعها تكون تخينة عن كده علشان عايزاها تستوي معانا بسرعة، لان اللحمة المفرومة ما بتاخدش معانا وقت في السوى. ضفت بعد كده عليهم حوالي معلقتين كبار من الزيت، شويه من الملح، شويه من الفلفل الاسود، وكمان شويه من البابريكا، على رشه صغيره كده من السبع بهارات. وهبدا بقى هخلط البطاطس مع البهارات والزيت كويس جدا. بعد بقى ما خلطتهم مع بعض تعالوا بقى كده نجيب صاج فرن او اي صينيه واسعه عندنا. انا هنا استخدمت الصاج المستطيل. هدهنه بس كده بدهنه خفيفه خالص من الزيت. وهجيب بقى البطاطس وهبدا احطه في الصاج بتاعنا. هبدأ بقى اسويها. وطبعا انا هنا حابة ان انا اسوي البطاطس بشكل يعني متساوي مش بشكل عشوائي، عشان في الاخر يعني اضمن ان كل حاجة تستوي معايا كويس، ما تبقاش مثلا واحدة من البطاطس فوق التانية. لا انا حابة ان كل حاجة كده تبقى مرصوصة جنب بعضها بحيث ان هي تستوي برضو معانا بسرعة. وهنجيب بقى هنا اللحمة المفرومة وهنبدأ بقى ان احنا نوزعها على البطاطس بالشكل ده. زي ما انتم شايفين ما شاء الله يا جماعة كمية اللحمة المفرومة معانا كمية كتيرة، يعني الصاج كبير وما شاء الله كمية اللحمة المفرومة غطت الصاج كله وعملت معايا طبقة كبيرة. هبدأ اساوي اللحمة المفرومة مع البطاطس بالشكل ده. ولو وصلت بقى معايا في الفيديو لحد دلوقتي يا ريت بس ما تبخليش علينا باللايك
لايك وتنزلوا تحت في الكومنتات وتكتبوا لي بتتابعوني من انهي بلد، وحابين الايام الجايه الفيديوهات تكون صامت ولا بصوتي. جبت بقى بعد كده حوالي كده ايه 2 من الطماطم، قطعتهم برضو الحلقات يكون سمكها رفيع جدا جدا جدا، وبدات بقى اوزعها على اللحمه بالشكل ده. يعني هنعمل كده صينيه كباب تركي على السريع، وكمان ضعفنا فيه كميه اللحمه المفرومه. وجبت كمان 3 من الفلفل الحار، طبعا ده اختياري، قطعته لقطع صغيره وبدات بقى اوزعه جنب يعني جنب كده الطماطم، بحيث ان هو يدي شكل حلو. هناخد بقى الصاج الحلو ده قبل ما ندخله الفرن، هنحط بس كده عليه رشه خفيفه خالص من الزيت، وهنكون بقى مولعين الفرن على درجه حراره 180، وجايبين الشبكه اللي في النص حاطينها على اقرب رف من الصاج من تحت. واخد بقى الصينيه دي احطها في الفرن حوالي نص ساعه لحد ما اللحمه المفرومه تستوي معانا تماما. يلا بينا بقى كده نيجي على العيش الفينو اللي احنا كنا ناقعينه في الميه المغليه. طبعا كنا يعني كنا صفيناه من الميه كويس. هحط بس دلوقتي عليه كده شويه من الملح وشويه من الكمون، وكمان رشه صغيره خالص من البابريكا، على عصير نص ليمونه، وهضيف كمان معلقه كبيره من الزيت ومعلقه كبيره من الخل، وكنت كمان ضفت كده حوالي فصين من الثوم المهروسين. وبصوا بقى دي الطحينه اللي انا شارياها جاهزه. لو خدت بالكم هتلاقوا ان الزيت عايم لفوق والطحينه موجوده لتحت، ومع اننا احنا شاريينها جاهز. لان في ناس كتيره قوي لما بييجوا يعملوا الطحينه في البيت يقولوا لي احنا بنقابل مشكله ان الزيت بيبقى لفوق والطحينه لتحت. هي حتى كمان اللي احنا بنشتريها من بره بتبقى نفس الموضوع، فما تقلقيش خالص. بعد كده طبعا هنضيف 3 معالق كبار من الطحينه الخام، وبالهاند بلندر كده هنبدا بقى نقلب كل المكونات مع بعضها كويس. ولو عندك خلاط تقدري تحطي كل المكونات وتضربيها في الخلاط. طبعا ما شاء الله خلاص كده القوام انضرب معايا، وبقى الخليط معايا بالشكل ده. وزي ما انتم شايفين بقى ان الطحينه قوامها معانا وسط، مش تقيل قوي وكمان مش خفيف. وما شاء الله يا جماعه 3 معالق كبار من الطحينه طلعوا معانا كل كميه الطحينه اللي قدامكم، كميه اقتصاديه، وده كله بفضل العيش الفينو اللي احنا ضفناه. ما تخافوش وما تقلقوش، الطعم حلو جدا جدا، ومش هتحسوا ان انتوا ضايفين اي حاجه خالص مع الطحينه. وهنا بقى زينتها كده بحوالي، جبت كده معلقه كبيره من الزيت، حطيت عليهم شويه من الشطه البودره وقلبتهم كويس مع بعض، وعملت كده زي خطوط في زي نقط كده في الطحينه، وبعد كده بعود خشبي لفيته عليها وجالي المنظر القمر ده. شايفين بس الطحينه شكلها عامل ازاي؟ هاخدها بقى واركنها على جنب، وتعالوا نطلع صينيه الكباب التركي من الفرن. ما شاء الله يا جماعه استوت معايا جدا، وزي ما انتم شايفين اللحمه ما كشتش معايا خالص. زينتها بقى هنا كده بشويه من الجبنه الموتزاريلا، وحطيتها كده تحت الشوايه حوالي 5 دقائق لحد ما الجبنه خدت اللون الذهبي الجميل اللي انتم شايفينه. يلا بينا بقى كده نقطعها. ما شاء الله يا جماعه عايزه اقول لكم طعمها بقى رهيب جدا 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 جدا، وكمان الكميه اقتصاديه قوي معانا. طبعا شايفين ما شاء الله الاكله دي جميله قوي. طبعا حطيتها كده مع عيش فينو، وطبعا بقى عايزه اقول لكم تقدري بقى تحطي يعني مع العيش الفينو شويه كاتشب ومايونيز، او تعملي زي كده وتحطي شويه من الطحينه، بيبقى طعمها حلو قوي مع اللحمه المفرومه. اظن بقى يا جماعه بعد المنظر القمر ده انا عايزه الكومنتات كلها ما فيش فيها غير تسلم ايدك يا موليلي. كمان حابه اقول لك ان انت مثلا لو انت عايزه تاكلي الاكله دي كده مش بعيش وعايزه تاكليها زي ما هي، ما تحطيش عليها جبنه موتزاريلا، ويا دوبك تعملي جنبها شويه رز حبه وحبه، هتبقى برضو جميله وحلوه قوي. طبعا البطاطس مستويه، اللحمه طعمها جميل جدا، مش هتحسي ان انت ضايفه فيه اي اضافات خالص. لايك بقى لو عجبكم الفيديو، وربنا يحسن ما بين ايديكم، وبالف هنا وشفا. ويا ريت ما تبخلوش علينا بلايك للفيديو.